نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم مهموما. ماذا كان همه صلى الله عليه وسلم؟ لأن الهم على قدر الرجال، ولا يحمل الرجال الهموم إلا على قدر إيمانهم. في الدنيا قد يكون الوالد همه الرزق، قد يكون الشاب همه الزواج، قد يكون من يتخرج من الجامعة همه الوظيفة، قد يكون فلان همه العيال. لكن ماذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف النوم؟ إنه هم الدعوة إلى الله، هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم إخراج الناس وإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور. هذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قاتل من أجل هذا الهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطائف، ثم يجري وراه الصبية الصغار والسفهاء ويقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقذف بالحجارة وتسيل الدماء من قدم النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت هما أعظم من هذا؟ هل رأيت هما أعظم من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، فيدخل عليه يوما عمر فيقول: يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر ينامون على أسرة من ذهب ومن فضة، وأنت تنام على الحصير؟ وأنت يا رسول الله يا من عرضت لك بطحاء مكة ذهبا وفضة تنام على الحصير؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم من على الحصير، وقد علم الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى عمر قال: يا عمر، أو ما يرضيك أن تكون لهم الدنيا؟ يا عمر، أو ما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ نظرة الواثق بالله: أو ما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ربما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كل العروض التي عرضت عليه رفضها. عرضت له بطحاء مكة ذهبا وفضة، عرض عليه أن يختار بين البقاء في الدنيا أو الخلود في الجنات، فاختار الخلود في الجنات. جاءت له قريش بكل ما حملت من مال ومن نساء، وعرضت عليه مال قريش كله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض العروض كلها. هل رأيت هما كهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم محاصر في الغار، وقد اختارت قريش من كل قبيلة رجلا فتكا شابا فدائيا، وجاءوا مع كل شاب بسيف، وجاء 50 شابا، والتف هؤلاء الشباب حول الغار. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق، دخلوا الغار، وصار هؤلاء الشباب يلتفون حول الغار 50 سيفا تقطر دما، يريدون أن يرتكبوا أعظم جريمة في التاريخ، يريدون أن يغتالوا أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يغتالوا أعظم من مر على الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار هؤلاء الشباب ينظرون على النبي صلى الله عليه وسلم من شقوق كانت في الغار، وأبو بكر رأى أقدامهم، قال: يا رسول الله، وأيم الله، لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. أبي بكر يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر ثم ابتسم: يا رسول الله، في مثل هذا الموطن تبتسم؟ في مثل هذا المكان محاصر ب50 شابا فدائيا، ب50 شابا يريدون قتلك ب50 سيفا، وفي مثل هذا الموطن تبتسم؟ نعم،
لأنه لا يبتسم في مثل هذه المواطن إلا الرجال، لا يبتسم في مواطن المحن إلا الرجال، لا يبتسم في مواطن الضيق إلا الرجال، لا يبتسم في مواطن الابتلاء إلا العظماء. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنان؟ ما ظنك باثنان؟ الله ثالثهما، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا.